ولدته في الحمام وخدت بعضها وفكت هربت. الواقعة دي حصلت فين؟ في سكة الحديد محطة طنطا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما بقول أي واقعة بنزل الأول مصدر الخبر، ولما تيجي تبص كده على مصدر الخبر والعنوان هتلاقي تحتيه التاريخ، عشان خاطر محدش يقول لي أنت بتجيب الحاجات دي منين. واحدة اسمها ميم لام، البنت ديت عندها 25 سنة، مقولش بنت بقى، السيدة دي عندها 25 سنة. اللي حصل ان هي دخلت محطة السكة الحديد، دخلت الحمام لما جالها الوجع بتاع الطلق اللي هو على الولادة، دخلت الحمام وولدت لوحدها، وراحت منزلة العيل تمام، وراحت سايباه في الحمام وخدت بعضها وخلعت. طبعا اللي دخل الحمام بعدها بص لقى ايه ده اللي احنا شايفينه ده. على طول طبعا الناس اتلمت، بلغوا الاجهزه الامنيه والاسعاف جت وخدوا العيل وولدوه على المستشفى. وهنا على طول الاجهزه الامنيه بدات تفرغ الكاميرات اللي كان داخل الحمام واللي كان خارج من الحمام. والست دي كانت داخله حامل وشايله وطلعت حاطه ايديها كده على بطنها وخلاص بقى مفيش حاجه. طبعا على طول الأجهزة الأمنية تتبعت الكاميرات لغاية ما لقوها فين بقى؟ ماشية في طريق السيد البدوي. يعني الواقعة دي كانت في طنطا. طيب لما مسكوها بقى وضبطوها، طبعا على طول عن طريق الكاميرات قدروا يعرفوا البنت ديت فين ومنين وجابوها. وأول ما لقوها، تعال يا حبيبتي انت مش لسه والدة؟ انا لسه والده. يا حبيبتي انت لسه خارجه من الحمام بتاع السكه الحديد بتاع القطر، ولسه خدتي بعضك ورميتي ابنك وجريتي. طبعا هي اعترفت بالواقعه بتاعتها. انت منين اصلا؟ انا من اسكندريه. عندك كام سنه عندي 25 سنه. والعيل ده جايباه منين؟ لا دي علاقه غير شرعيه مع واحد من قرايبي. بسم الله ما شاء الله عليكي. طب والعيل دوت يعني ما لقيتيش الا الحمام اللي تولدي العيل في الحمام وتاخدي بعضك وتهربي؟ يعني خلاص كده هان عليك ضناك اللي انت حملتي فيه 9 اشهر. طب وابوه فين؟ مين ابوه؟ طبعا هي لما قبضوا عليها هتعترف بقى بكل حاجة ومين اللي عمل معاها كده. وللأسف بتحصل الحاجات دي، بتحصل. الواحدة من دول تحمل والعياذ بالله حملا سفاحا وتولد وتبقى مش عارفة تودي العيل فين. ترميه قدام ملجأ، كان زمان بيحطوه قدام الملجأ، أو ترميه قدام جامع، كان زمان. ما انت لو رميتيه قدام جامع حد هيشوفك، يبقى أنا أحسن حاجة أدخل الحمام محدش هيشوفني، وأروح هوب سالتة الواد وحطاه في الحمام واخد بعضي واهرب. هنقول ايه بس يا غير لله الأمر من قبل ومن بعد. طبعا تم ضبطها وودوها للمستشفى. طبعا ما هي دي واحدة لسه نفسها، يعني لو ضغطوا عليها ولا عملوا معاها حاجة تموت. ودوها طبعا للمستشفى ومعاها ضناها، وبعد كده طبعا الإجراءات القانونية معاها لغاية ما نشوف هيعملوا معاها ايه. لله الأمر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.